ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ انا عارفه ان انا اتاخرت في الفيديو. هو كان المفروض ينزل يوم الخميس وهو نزل يوم السبت. ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. فبمناسبه العيد وطبعا كل سنه وانتم طيبين، ما لقيتش احسن من الموضوع ده نتكلم فيه النهارده. موضوع مناسب جدا بصراحه، وهو الوحدة. أكيد في فترة من حياتكم حسيتوا إن انتوا لوحدكم، حتى لو حواليكم ناس، حتى لو في ناس حواليكم بتبقى دايما حاسس إن مفيش حد قريب منك ومفيش حد شبهك، حتى لو في ناس كتير قوي حواليك بس انت مش حاسس إن في حد شبهك أو في حد تقدر إن انت تتكلم بكل اللي جواك من غير ما تقعد تفكر. شخص فعلا انت لو مش موجود في قعدة يبقى حاسس بغيبتك وحاسس إن انت مش موجود، مش إن انت موجود كمالة عدد وخلاص أو وجودك زي عدم، أو إنك تقضي وقت كبير جدا لوحدك وشايف كل اللي حواليك ليهم صحاب حياتهم فيها اكتيفيتيز كده وفيها احداث وفيها حاجات بتحصل وانت حياتك مش اي حاجه. فلما تشوف الناس دي وتشوف شله طارق كابو دي تقعد تسال نفسك هو انا ليه مش كده؟ يعني ليه مش زيهم؟ او على الاقل ليه مش معاهم؟ بس خليني اوضح لكم حاجه. الوحده مش معناها خالص ان في حاجه غلط فيك او ان العيب منك. في سن كده من 18 ل 24 سنه او سن ثانوي والجامعه، بيبقى في الفتره دي اصلا انت اوريدي شخصيتك لسه بتتكون، وبتبقى كل واحد بيدور عن مكانه في الحياه عامه. يعني انا عايز ايه، نفسي ابقى ايه، عايز ابقى فين، عايز شكل حياتي تبقى عامله ازاي، عايز شكل الناس اللي حواليا تبقى عامله ازاي. لسه بتبقى بتفهم نفسك، لان بتبقى بتضحك على نفسك لو انت بتقول لنفسك انا فاهم نفسي. مفيش حد فاهم نفسه، او في السن ده بالذات بيبقى مفيش حد فاهم نفسه. فهي المشكله الحقيقيه مش في الوحده نفسها، مش في كونسبت الوحده ذات نفسه. المشكله ان احنا بنتعامل مع الوحده دي بطريقه غلط، او بنبقى فاكرين ان احنا فينا حاجه غلط، او ان الناس ما بتحبناش عشان احنا وحشين او مش كويسين، او احنا محتاجين نتنازل او نقدم تنازلات عشان الشخص اللي قدامنا يحبنا، او عشان الشله دي ترضى تدخلني فيها. كمان ان انا ابتدي اتنازل عن شخصيتي واتنازل عن مبادئي واتنازل عن حاجات انا كنت مستحيل ان انا اتنازل عنها عشان بس الشخص اللي قدامي ده يتقبلني. ممكن تتشقلب عشان بس الشخص اللي قدامك يبصلك بصه ان انت مرغوب، او ان انت تبيلونج، يعني ان انت تبقى جوه الكوميونتي دي او جوه الجروب ده. ودي الحقيقه حاجه غلط جدا، لانك لو الشخص اصلا اوريدي هو ما بيحبكش، فانت مهما تقدم تنازلات ومهما تقدم حاجات هو برضه مش هيحبك. هي مش كل ما تدي اكتر الناس هتحبك اكتر، دي حاجه غلط. اللي بيحبك هيحبك زي ما انت، مش هينتظر منك ان انت تقدم له حاجات كتير قوي عشان يحبك. انت بالعكس، انت كل ما انت بتقدم اكتر وبتدي اكتر، الشخص ده يا اما بينفر اكتر يا اما بيستغلك اكتر. في الحالتين حاجه زي القرف. طيب يعني ايه انا دلوقتي بتعامل مع الوحده بطريقه غلط؟ يعني ايه بتعامل مع الوحده بطريقه غلط؟ بتعامل مع الوحده بطريقه غلط ان انت شايف ان الوحده حاجه وحشه. انا مش بقول ان الوحده حاجه حلوه، بالعكس حاجه سيئه جدا. احساس ان البني ادم من جواه حاسس انه وحيد، دي مش حاجة لطيفة خالص، مش حاجة حلوة خالص، خصوصا انك لو بتشوف كل اللي حواليك عندهم صحاب وعايشين حياتهم وانت مالكش حد. فانا هنا بقى مش عشان اقول لك انت لازم تحب الوحدة ولازم تحب تكون لوحدك ولازم تتعود ان انت تخرج لوحدك، ولازم بقى مش هقول لك كل الكلام ده، لان كل الكلام ده بلح. الكلام ده انت ممكن تعمله لو انت اوريدي عندك صحاب وعايز تفصل، انما لو انت عملته عشان ما عندكش حد هتحس ان انت عامله عشان انت مغصوب ان انت تعمله. انت بتعمله غصب عنك، انت مش بتعمله برضاك. الشخص اللي بيخرج لوحده بينبسط لوحده ده اوريدي بيبقى عنده صحاب، وفي نفس الوقت بيبقى عايز ينبسط وهو لوحده. انما صعب قوي ان انا اقول لك انت تعلم تنبسط وانت لوحدك، مش منطقي. ففي الفيديو بتاع النهارده ممكن اقول لك على 3 حاجات ممكن تساعدك ان انت تتعامل مع الوحده. اول حاجه لازم تعرفها ان المرحله دي هي مرحله مؤقته، هو مش حكم مؤبد عليك ان انت هتفضل طول عمرك مالكش صحاب. ناس كتيره قوي من اللي عندهم دايره علاقات قويه جدا دلوقتي عاشوا فتره طويله جدا يعانوا من الوحده. مين قالك ان الشخص اللي عنده صحاب كتير ده مش حاسس ان هو وحيد وسطهم اصلا؟ مين قالك برضو ان الشخص اللي عنده صحاب قوي بيحبوهم وفعلا مش حاسس معاهم بالوحده ان هو ما حسش بالوحده في فتره من الزمن في حياته؟ فكلنا كده عندنا فتره في حياتنا كلنا حسينا ان احنا لوحدنا، حتى لو في ناس كتير حوالينا او حتى لو مفيش ناس حوالينا برضو بنحس ان احنا لوحدنا. بس الفتره دي مهمه جدا جدا، لو انت فيها دلوقتي الفتره دي مهمه قوي، لان الفتره دي بتخليك ان انت تتعرف على نفسك، تعرف انت بتحب ايه، بتكره ايه، تفهم شخصيتك كويس. لان بجد ان احنا نفهم نفسنا دي نادرا لما حد بيكون فاهم نفسه. ومهما تقول لي انا فاهم نفسي كويس، هتلاقي فيه جزء كبير جدا من شخصيتك انت ما تعرفش عنها حاجه. بس الجزء ده انت مش هتعرفه غير لما تقعد مع نفسك. الفكره ان في ناس بتخاف تقعد مع نفسها، في ناس بتقعد تشغل نفسها بكميه حاجات في يومها عشان بس ما تقعدش مع نفسها وما تقعدش مع دماغها. بتبقى خايفه تقعد مع نفسها، وطول ما انت خايف تقعد مع نفسك او خايف ان انت تواجه حقيقتك او بالحاجات اللي جواك او بالانكزايتي اللي عندك او بالمشاكل اللي عندك او بالمشاكل اللي في شخصيتك، عمرك ما هتبقى احسن. لان الشخص الوحيد اللي هيبقى احسن هو انت خايف اصلا تقعد معاه، هتبقى احسن ازاي؟ فالوحده بتديك فرصه ان انت تبني نفسك وتفهم نفسك صح، عشان لما تيجي تختار الشخص المناسب اللي يكون قريب ليك، اذا كان صاحب او اذا كان شريك او شريكه حياه، تعرف تختار صح وتعرف تختار حد شبهك، مش تختاره وتبقى مبسوط جدا بيه وبعد كده تكتشف فجاه ان انتوا مش شبه بعض وتلبس في الحيط.
وحصلت مع ناس كتير قوي. فلازم تستخدم او لازم تستغل الفتره دي صح. تاني حاجه، انت لازم تبني حياه لنفسك. مش معنى ان انت ما عندكش صحاب دلوقتي ان انت توقف حياتك لحد ما الصاحب ده يجي، او لحد ما الشخص طوق النجاه ده يجي لك، او الامير اللي على الحصان اللي هيجي ينقذك هتفضلي قاعده مستنياه. ده ما بيحصلش، احنا مش في عالم ديزني هنا. لازم تبني لنفسك حياه كامله، والشخص اللي هيجي ده هيجي يكمل الحياة دي أو يعيش معاك الحياة دي. مش توقف حياتك على شخص، لأن بمجرد ما الشخص ده يمشي بعد كده أنت حياتك هتقف، لأن أنت أصلا ما عندكش حياة. ابدأ اتعلم حاجات، اقرأ، انزل جيم، اتعلم مهارة جديدة، شوف مجال أنت بتحبه ونفسك إن أنت تكمل كاريرك فيه، طور نفسك فيه وخليك بني آدم أحسن فيه. ولو مش عارف كارير معين، دور وخد كورسات كتير في مجالات مختلفة لحد ما تلاقي الحاجة اللي أنت بتحبها والحاجة اللي أنت عايزها. لأن العلاقات غالبا بتيجي وأنت ماشي في الطريق، مش وأنت قاعد مستنيها. الحاجة بتيجي وأنت مكمل وأنت ماشي بتقابل الحاجة دي. طول ما أنت واقف الحاجة مش هتيجي لحد عندك، مفيش حاجة اسمها كده. تالت حاجة وأهم حاجة، ما تخليش الوحدة تفهمك إنك شخص غير كافي. أحيانا لما بنقضي وقت طويل جدا مع نفسنا مخنا بيبتدي يشتغل علينا ويقول لنا كلام زي الزفت، لأن نفسك لو ما شغلتهاش بالحق هتشغلك بالباطل. والأفكار اللي بتجيلك دي اللي بتفهمك إنك بني آدم وحش وما تتحبش وما تتعاشرش، دي كلها جزء من الباطل ده. ولازم تبقى عارف كويس إن قيمتك مش بتتحدد بالصحاب، مش بتتحدد بعدد الصحاب وعدد الصداقات اللي أنت بتعملها في حياتك. في ناس كتير جدا زي ما قلنا عندهم صحاب بالهبل، وبرضه حاسين ان هم لوحدهم وحاسين ان هم مش كافيين على فكره. بل بالعكس، في ناس اصلا عشان عندها نقص من جواها وحاسه ان هي مش كفايه فبتتعرف على ناس اكتر وعشان تكمل الحته الناقصه جواها، مش عشان هي عايزه تبقى مع الناس دي او هم شبهها. هو كل اللي بيبقى فارق معاهم بس ان انا ناس كتير بتحبني، حتى لو الناس دي مش بيحبوك، هم بس موجودين. فانا كده خلاص انا ضمنت ان انا اتحب وان في ناس كتير حواليا، رغم ان ممكن يكونوا مش بيحبوك عادي، ممكن يكونوا اصلا بيستغلوك، او ممكن يكونوا بيغيروا منك او بيحقدوا عليك، او مش شبهك. مش شرط يكون بيغيروا منك والكلام ده، بس ممكن يكونوا بكل بساطه مش شبهك، مش نفس الاتجاه اللي انت رايح له، مش نفس اللايف ستايل بتاعك، مش نفس حياتك. انت مثلا شخص عايز تبقى شخص ناجح وعايز تشتغل على نفسك وعايز تهتم بصحتك، فانت ما تروحش تصاحبني ناس مثلا بتشرب سجاير او بتشرب مخدرات. ده بعيد تماما عن الحاجه اللي انت عايزها. ما تبقاش انت مثلا عايز تخش الكليه دي وعايز تتعين معيد، او ان انت عايز تعلي الجي بي اي بتاعك وتروح تصاحب لي ناس ما بتحضرش اصلا، بيجوا يفطروا ويمشوا عشان بس يبقى عندك صحاب. القيمه الحقيقيه مش بالناس اللي حواليك، القيمه الحقيقيه ان انت تكون مرتاح مع نفسك. وانت مش هتعرف توصل لدرجه الارتياح مع النفس غير لما تكون لوحدك انت ونفسك، تقعدوا كده تشربوا كوبايتين شاي وتتصافوا مع بعض. خليني اقول لك على فكره ممكن تغير نظرتك عن الموضوع ده، وان الوحده مش دايما حاجه وحشه. هي حاجه وحشه بس فيها جزء صغير حلو، فاحنا ممكن نستغل الجزء الصغير ده عشان نحسن من نفسنا ونبني نفسنا ونبني شخصيتنا. وان هي جزء صغير جدا من حياتك الكامله، انت بتفهم فيها انت مين وانت عايز ايه وايه سر وجودك في الكون وايه سر وجودك في الحياه والاسئله الفلسفيه دي. وبعد ما تعرف كل الحاجات دي، انت لما تشتغل على نفسك وانت ماشي في طريقك هتقابل الناس اللي شبهك، اللي فعلا بيحبوك، الناس اللي تفهمك، الناس اللي تحبك زي ما انت. بس لحد ما ده يحصل بطل تجلد نفسك كل يوم قبل ما تنام والاوفر ثينكينج يشتغل عندك، وحرفيا هتكره حياتك. لان اول ما يجي الشخص المناسب ده او الشله المناسبه ليك انت هتكون اوريدي خلاص، انت خلصان، انت نفسيا ما عندكش طاقه اصلا وما عندكش مشاعر ان انت تديها لحد. فخليك لطيف مع نفسك وخليك كويس وحنين معاها كانها واحد صاحبك بالظبط او كانها صاحبتك. ولو وصلت للنقطه دي في الفيديو اتاكد ان انت مش لوحدك وان كلنا مع بعض وكلنا اصحاب. ممكن تكتبوا في الكومنتس هنا ان انتوا مش لوحدكم وان احنا هنا عشان نساعد بعض وان احنا هنا عشان نحسن حياه بعض مش عشان نصعبها على بعض. بس كده، انا هاجر منصور، دي كانت نهايه حلقه النهارده. كنت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتابعوني على الانستجرام والتيك توك. اشوفكم الحلقه الجايه. كل سنه وانتم طيبين. إلى اللقاء.